ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع احسن ميك اب ارتست ساره حجازي. ازيك يا ساره؟ الحمد ايه لله. الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذ ساره؟ الحمد لله كله بخير. حلو؟ الجو برد النهارده. عملت ايه صح في الجو النهارده؟ لا الجو كان مطر وصعب خالص، يعني انا طالعه من بيتي من الساعه 4 عشان اوصل هنا. وجاي اه مش جاي مني من من الشرقيه الشرقيه صح؟ اه. انا سمعت انك اشهر ميك اب ارتست في الشرقيه. لا مش اشهر قوي كده لا يعني. بجد والله انا بقالي 12 سنه بس، يعني الحمد طيب لله والشكر لله يعني. قول لنا بقى بدات ازاي ده في مجال الميك اب؟ انا واخداها من البدايه كانت خبره، وبعد كده كنت حابه ان انا اشتغل في المجال والحمد لله. يعني ما خدتيش كورسات مثلا؟ اخدت كورسات عشان خاطر اطور من شغلي. انا كنت امم شغاله الاول موهبه يعني. شغلي كله كان عند ربنا كده من غير ما حد يعلمني اي شيء. امم فطبعا كل ما الواحد يزداد خبره في المجال اللي هو فيه كل ما بيفهم اكتر، كل ما بيعرف ان هو يطلع شغله بشكل كل ما كويس. بيزداد انتشارا كمان الناس اه بتعرفك اكتر. طبعا. يعني في امم الاول عملتي داتا وكده ولا اشتغلتي على طول؟ انا اشتغلت على نفسي الاول، امم وبعد كده بدات فتحت مكان امم واشتغلت 7 سنين من غير اي تعليم من اي حد، كان فضل ربنا عليا بس. تمام. بعد كده بدأت أخد دراسات، قعدت 4 سنين بالظبط في كورسات وأقدم إيفنتات مهرجانات، أقدم شغلي لحد لما الحمد لله والشكر لله أثبتت وجودي في مكاني يعني. الحمد لله. طب ده ليه علاقه بمجال دراستك ولا ملوش علاقه؟ لا لا ملوش علاقة بمجال الدراسة خالص يعني. طب احنا امم هندخل في الاسئله بقى. اسألي. ربنا يستر. لا خالص. انتي لما بتدمجي العين، عشان دي حاجه طبعا محمد عارف كل ما بسأل بتبقى حاجه ليا، تمام خد راحتك. الاندماج ده بيبقى صعب معايا. لا بالعكس، مفيش حاجة صعبة. امم انت لو بتحبي الحاجة اللي انت بتعمليها لو عايزه اصلا ادخل لونين مثلا في بعض. وتدخلي 3 4 الوان كمان مش لونين بس، امم براحتك. اصل انت معاكي فرش ومعاكي مثلا في عيون بيبقى فيها مساحه بتاخدي راحتك، بترسمي براحتك، ادمجي الالوان اللي نفسك فيها. تمام. امم الدمج مش مشكله، امم هو بس عاوز تعود، عاوز استمراريه، ان حد ايده تبقى ماشيه في المجال ده على طول. فاصل انا مش لما تكوني انت لشخصك بتعملي لنفسك غير لما بتكوني شغاله فيه، صح. مره في طب مره الايد بتبقى كويسه. الفاونديشن. تمام. تمام. في ناس بتبل السفنجة الأول وبعد كده بيحطوه، ده صح ولا ده غلط؟ الفاونديشن في في ناس بتوزعه بفرشه. أيوه تمام. الاسفنجه طبعا لازم تبقى يعني ايه مبلولة. منديه، يعني مش امم مبلوله مبلوله، منديه عشان خاطر توزع معاكي والفاونديشن ما يكتلش على البشره وكده. طيب زي ما انت بقى ميك اب ارتست كمان خبيره بشره صح؟ يعني كل حاجه. كل حاجه يعني شامله. لنفسك بتعملي فيه. كمان شعر؟ كل حاجه الحمد لله والشكر ما لله. شاء الله. طب انا عايزك بقى تقولي وصفه للناس يعملوها اول ما يصحوا الصبح اول ما اصحى لبشرتهم. الصبح اشمعنى؟ يعني البنات دايما بتحب تهتم طيب ببشرتها اكتر، فاول ما تصحى هو الصبح اول ما بتحب ان تصحى هي الصبح دي طبعا ترطب. تغسل البشره بتونر، مم. وبتعمل ترطيب للبشره. عندها ماء الورد ده لازم يكون في البيت على طول، مم. لانه ماء الورد اصلا بيدي نعومه للبشره كده، حاجه حلوه مم. ويعني مش مكلف. مم. لكن ما فيش وصفات معينه انت بتنصحي بيها البنات لا ان هي لا لا تعملها؟ لا هتعملي ايه؟ اصل في ماسك رايحه. القهوه، لا في السكرابات دي بتبقى بقى اه لحسب مشكله انت البشره. كده مم. عايزنا ما نلحقش البرنامج لما ننزل. هو عايز يخلص اسئله بسرعه. لا لا، هو لما الواحده بتصحى ما بتلحقش، انا عن نفسي جايه متاخره. لا مش كل هنلحق. الناس يعني ليها كل يوم ان هي تعمل حاجات لبشرتها. لا اذا كنت انا بشتغل، مم. مم. انا رايحه الجامعه، انا رايحه مم. شغل، ففي اساسيات لازم اعملها كل يوم وانا نازله مم. الجامعه ونازله شغلي. لازم مم. هعمل مرطب للبشره، هحط روج، هعمل ماسكارا، حاجات خفيفه. لكن مم. في العادي في الطبيعي مفيش حد بيعمل كل حاجه كل يوم انا ميك اب عرفت كل انت يوم. بتعملي شعر. تمام. الديل الحصان بياخد وقت معاكي قد ايه، والسنبله لا لا هي اصل مش احنا قصدها السؤال كده، عرايس هي احنا. قصدها تقول لك ايه رايك في شعري النهارده؟ لا لا لا، شعرها مش هقول جميل لك طبعا. انها مش لا عامله سنبله، والله انا عامله لا اللي جميل يساعدني. والله. هو اصلا ده اللي نازل اصلا موضه اليومين دول، وبعدين انا ما بقاش حبيتك حد عشان انت من بيعمل الشرقيه. شغل الشنيوهات والتسريحات، ما بقاش حد بيشتغلوا مم. دلوقتي. اغلب العرايس بتسيب الشعر سايب. ايوه مم. دي الموضه اه فعلا. وبعدين انت عامه الشعر بالذات بيبقى كل شكل وش بيبقى له حاجه معينه. صح. ما طب ايه ما اللون الجديد اللي نزل دلوقتي بالنسبه للشعر؟ الشعر. الالوان. مم. انا بصراحه ما بحبش حكايه موضه في الالوان والكلام ده كله، انا احب انا ايه اللي يناسبني. مم. يعني احب اشوف ايه اللي يمشي معايا، ايه اللي يمشي مع لون بشرتي. ما اكونش سمرة وراح اعمل لون. الجراي مثلا ما ينفعش مع واحده سمراء. كده بصي بتفكري حسب تعملي درجه كده؟ رصاصي البشره بالظبط. نفسي. انت بتفكري ولا إيه؟ لا انا هعملها فعلا. لا الاسود مخليكي جميله، خلاص خليكي في الاسود. خلاص. طب انا عايز اعرف منك بقى الفرق بين كل لوك، اللوك الكاجوال والسواريه والزفاف.
الكاجوال ده بتبقى حاجه هاديه سيمبل خالص. مم. زي ما قلت لك ممكن اعمل مورد للخدود، ممكن اعمل روج، اعمل مسكره، حاجه هاديه خالص مم. كده لو انا رايحه اي خروجه. مم. لكن السواريه بيبقى لو بالنهار تبقى عايزه حاجه بسيطه، لو بالليل برضو له يعني حكم مش زي الزفاف خالص. الزفاف بنلعب في الالوان كلها وزي ما مم. احنا عايزين، مم. بس برضو كله بيرجع معانا صور. لشكل العروسه يعني. دي كان ايه؟ ده كاجوال؟ ده موديل. لا، ما انا عارف ان دي موديل. اه ده لوك ايه بقى؟ يعني لا، ده اشرح لوك للناس يمشي اللوك. عروسه. ده عروسه اه عادي. لانه لوك جريء، تمام. مش مم. هادي، مش سيمبل يعني، لا. مم. معانا ايه تاني؟ في تاني، في صور تاني بس مش عارفه. دي من الشرقيه. اه صح. احنا بلاد الشرقيه امارات اه اصلا. طبعا، انا مش هتكلم عن نفسي كتير. صح. اه طبعا، انا اصلا مش شرقيه اصلي يعني. ما هو قمر طبعا. حبيبتي. طبعا. طيب عقبال ما يجهزوا لنا الصور، برضه عايز اعرف حاجه. كل بشره بتختلف مع نوع الميك اب تمام او طريقه حط الميك اب عليها. تمام. يعني البشره الدهنيه غير البشره غير الجافة، غير الجافه المختلطة، غير تمام. المختلطه. بقت اه الصور اهي. بعد كده اه ارجعي بقى برد على السؤال ده. تمام. دي ايه بقى، جامعه دي هي ولا؟ هي هي بس كانت هي البنت. هي البنت، بس احنا غيرنا في الطرحه بس واللبس. مم. هو ودي اللوك. العروسه بقى، ده لوك زفاف. ده لوك زفاف وهادي وبسيط، لان هي عيونها ما عندهاش مساحه ان احنا خالص. نحط الوان، فكنا عاملين كله هادي في هادي خالص. الوان النود كانت طالعه موضه، حتى لون الشعر. كانت بنوته قمر. دي نفس لا، دي بنوته ثانيه. بس ده حجاب. لا، انا بس بحب تحفه الحجاب، اشتغل جميل أوي تحفه بنفسي جدا. للعروسه، من تنظيف البشره لحد الميك اب للطرحه للشعر، كل شيء بشتغله بنفسي. طيب نرجع بقى للسؤال. ايه تمام. الفرق بين كل نوع بشره؟ البشره الجافه، الدهنيه، المختلطه؟ البشره الجافه في الصيف دايما بتفرز دهون. مم. وفي ناس بتغلط بالذات اللي هم لسه مبتدئين في المجال، مم. ان في فاونديشن كريمي هو اصلا بيكون فيه نسبه زيوت عاليه. فاغلب الكورسات عشان خاطر هو سعره كويس فبيقولوا لكل الطلبه عندهم، فالناس بتستسهل وتجيبه لأن سعره حنين. بس تيجي تشوفي في الصيف والبشره دهنيه والكريمي فيه ماده زيوت، فتخيل بتحط الزيت على بشره دهنيه تبقى عامله ازاي. فلا، المفروض انا اشوف البشره قدامي دي عايزه ايه واشتغل عليها. البشره الجافه انا بحبها في الصيف وفي الشتاء، مع انها في الشتاء ممكن تشقق مني. فانا بحاول ان انا اعمل لها ترطيب، اعمل لها برايمر كويس، اختار نوع الفاونديشن صح عشان خاطر اطلع حاجه كويسه والميك اب ما يشققش مني وما يبوظش مني وكده. طب العروسه يا ساره لما بتجيلك اللون اللينسز بيمشي على لون بشرتها ولا انت اللي هو بتختاري؟ مبدئيا بقالي فتره كذا حد مش عاوز لينسز، لان بيبقوا عايزين الطبيعه اكتر ما هم عايزين يغيروا في شكلهم. فبحاول اشوف الدرجات اللي هي الرمادي بس الغامق. انا كنت في الاول بختار الدرجات اللي هي الفاتحه. وده اكيد مش يعني اللي عايز كده العريس مش العروسه. لا، في العريس يعني طبعا بيبقى عايز عروسته هي مش أنا عايز عايزها أشوف مراتي- انا تتغير. عايز اشوف مراتي على الطبيعه. بيبقى عايزها يعني مش عايزها يعني ايه، مش عايزه طب في الملامح عريس ممكن تختلف عنه. يتصدم مثلا اول ما انت بتطلعي له العروسه بعد بقول ما ما شاء تعمل ميك اب؟ الله. ايوه فعلا انت عملت بتحصل. كده ازاي؟ ده لا ده هو مش بيقول معجزة. انت، هو عارف عروسته قمر. هو بيدخل يقول ما شاء الله. يعني انا بفرح جدا لما بيدخل عريس يقول لي تسلم ايدك. طيب احنا تسلم ايدك بجد على الحلقه الجميله دي. حقيقه. وعايز اقول لك اللي احنا عاملين لك تكريم كده بسيط، بس يعني مجرد يعني حاجه بسيطه كده ليكي. ده شرف ليا والله. لا والله بجد، حاجه كده من برنامج الجريئه والجميله بنقدمها لك. الف شكر. اتفضل تعالي. الجهاز هنجي لك. معلش. الف شكر. وده أنا بقلبي معاكي. الجريئه والجميله يا جماعه بيقدم الحاجه البسيطه دي للاستاذه ساره حجازي الف شكر على والله. النصائح الجميله اللي انت قدمتيها ده انا كان النهاردة نفسي اقعد بجد. معاكم وقت اكبر والله. بس بقى الجو كده ايه اخرني عليكم، معلش. انت نورتينا الله يكرمك. وشرفتينا، ويا شكراً. رب دايما تبقي في نجاح وتقدم اكتر من الف كده. الف شكر. وتسلم ايدك جدا. تسلم إيدك. على ايه يا حبيبتي؟ والميك اب كان تحفه بجد. انت اللي قمر وهجيلك والله. بقى الشرقيه عشان وانا تعملي سعيده ميك اب. والله وانا معاكم ميرسي وان جداً. شاء الله تيجي تشرفيني وتنوريني في إن شاء مكان. الله حبيبتي. طيب هنروح لفاصل، وبعد الفاصل معانا مسابقه ان شاء الله تكون مختلفه من نوعها وتعجبكم.